الجزائر تطالب إعلامها والاتحاد الكروي بتزوير اللوغو الرسمي لكان المغرب 2025. لكن قبل أن نبدأ، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بأهم الأخبار العاجلة. إلى التفاصيل. عمدت القنوات الجزائرية ومع الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تزوير اللوغو الرسمي لنهائيات كأس إفريقيا المغرب 2025 المقرر خلال الفترة الممتدة من 21 دجنبر إلى 18 من يناير 2026. فقد منعت القنوات الجزائرية بقرار رئاسي من بث مقاطع حفل سحب قرعة كأس إفريقيا، كما فرض عليها تزوير اللوغو الرسمي عبر سحب كلمة مروكو 2025 من الشعار الرسمي للمسابقة. كما اكتفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالحديث عن مجموعة منتخب الجزائر دون الإشارة إلى مكان إجراء المسابقة أو حتى المدينة التي ستحتضن مباراة الخوض. وبات جليا أن السلطات الجزائرية تحاول إخفاء كل ما هو مغربي عن الشعب الجزائري، مكتفية فقط بخلق وترويج أكاذيب واهية عن المملكة المغربية من قبل أن المغرب غير جاهز للكان، وأن هذا الأخير سيتأجل بسبب عدم قدرته على التنظيم. وصدق جلالة الملك محمد السادس حينما قال: يعيشون في عالم آخر.